اول حاجه نقول مليار مبروك لجمهور برشلونه الفوز بنتيجه 8-3 و7-2 في المباراه. برشلونه يسجل 7 اهداف في الكامب نو. اعمل لايك واعمل اشتراك في القناه وصلي على النبي. برشلونه يسجل 7 اهداف في الكامب نو بعد مباراه كانت ملحميه بين نيوكاسل. الفرقه رخمه قوي رخمه قوي، مش عايزه تموت. الفرقه مش عايزه تخسر. فرقه كل ما برشلونه بتسجل، سجلت الاول خد ادي التعادل، سجلنا التاني طب ادي التعادل. برشلونه راح رزع التالت من ضربة جزاء عن طريق لامين يامال. ثم بدأنا الشوط التاني بطفرة هجومية نارية. 4 أهداف في شوط ناريين 7. ونيوكاسل مش موجودة، بتحاول بس مش موجودة. بس برشلونة قدر انه يفوز. عم اروخو اركن في جنب يا بابا، ما تلعبش قدام، مش عايزينك تلعب. بحس لما بتنزل بيبقى في نسيبه في الملعب. انت ابني نزلت تلعب طرف النهارده، الطرف بتاعك كان فاضي. انت باين شكليا بتديك لمسه كده بس خلص. الجون اللي معدي كوبري تحت رجلك وراح الناحيه التانيه، ده ايه نظام امه يعني؟ مش فاهمين يعني انت ايه نظامك؟ انت المفروض انت قائد. انا بتكلم مع الحارس، بيتكلم مع القاضي، قصدي بيتكلم مع الحكم بيقول له انا كابتن، انت لازمتك ايه؟ رافينيا واقف معاك كويس عشان طبعا انا شايفه ده يعني القائد الاساسي. انت كقائد انت لا بلاش بلاش تبقى قائد اصلا، بلاش تبقى اي حاجه في الملعب. انت يا ابني تقعد على الدكه او يمسكوك حاجه اداريه من دلوقتي. وبرشلونه تبيعه بقى باي مبلغ كده وكده، لان انا مش شايفه انه ده حل لبرشلونه. فالحمد لله ان برشلونه قدرت تكسب مباراه قويه، مباراه ناريه، وتستظهر كده المفروض كده اللي احنا هنقابل اتلتيكو مدريد بالنتائج بتاع اللي اتلتيكو مدريد كانت كسبت توتنهام. قابل بين توتنهام اتلتيكو مدريد، واللي باين جدا ان اتلتيكو مدريد هو اللي صاعد، باين كده. بس انا كان عندي حماس جدا ان احنا برشلونه مش ده، لا الشوط الاول ما كانش ده لعب برشلونه، الشوط الاول مش ده لعب برشلونه. انت تصطاد الفرقه على ارضك تنفخ فيها براحتك، نفخ بس. لكن ما كانش ظاهر كده خالص. كان ظاهر الشوط الاول خالص انك مش عارف، كان عندك مشكله كده رايحه جايه، بس في نفس الوقت قدرت انك ترجع. برشلونه قدر انه يرجع في مباراه قويه ناريه. بس نتيجه 7-2 هي نتيجه صعبه، نتيجه يعني هانس فليك بيقعد يلا يلا كمان جول جول. الحكم يا جماعه اول ما الدقيقه 90 جت راح مصفر، ما سابلهمش فرصه. قال لي يعني ايه يعني بجد اللي هو إيه؟ خلاص انهي الماتش، ارجوك ارجوك انهي الماتش قبل ما تبقى فضيحه. هي لسه مش دي خلاص، هي فضيحه يا جماعه. النتيجه خلصت 8-3 لصالح برشلونه، وبرشلونه صعد. والاحتفالات اللي حصلت في الكامب نو بعد كده، واحتفالات الجمهور واللعيبه والرقص ولابورتا، سقف يا ابني سقف. لو انت وصلت لحد دلوقتي ولسه ما عملتش اللايك والاشتراك، انزل واعمل لايك واشتراك. الحمد لله قدرنا نوصل. الحمد لله يعني قدرنا نتفادى مشاكل كتيرة. نيوكاسل فرقة رخمة، فرقة مش سهلة. انت الفرقة دي انا مش عارف لحد دلوقتي هي في المركز الكام اصلا في الدوري الانجليزي. انا لحد دلوقتي كل ما اجي انزل خلاص هنزل فيديو. وكمان توتنهام حاليا دلوقتي كسبانة 1-0 حاليا لحد دلوقتي بسجل الفيديو ده. هي كسبانة 1-0 اتلتيكو مدريد. فنيوكاسل فرقه رخمه. طب يا ليه الرخامه دي يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ انت يا ابني انت في الدوري في الدوري الانجليزي انت لسه في التاسع، خسران 12 ماتش، مش عارف ايه. انت اصلا يعني ايه شايفك ان مش هتاخد فرقه؟ انت فرقه رخمه اصلا، مش هتاخد مركز يعني في دوري الابطال. انت عندك انت عندك مين بينافس بقى على او اي بطوله اوروبيه؟ عندك مين بينافس بقى؟ انت عندك ارسنال اول، عندك مانشستر سيتي تاني، عندك يونايتد تالت، عندك استون فيلا، ليفربول، تشيلسي، بورتو تحتها ايفرتون. بعدين انت يا ابني انت مش جاي اصلا، انت مش هتعمل حاجه الموسم ده. بس انا اهم حاجه ان احنا كسبنا. ومش عايز اعمل فيديو اطول من كده، بس ايه كده نقول يعني مبروك لبرشلونه. نستنوا بقى كده اتلتيكو مدريد هي هتصعد ولا ايه اللي هيحصل فيها. لحد دلوقتي توتنهام كسبانه 1-0 في الدقيقه 35 حاليا كده. توتنهام محتاجه تسجل هدفين كمان عشان تتعادل مع لازم تكسب 4-0 عشان تصعد على حساب اتلتيكو مدريد. توتنهام ممكن تعملها، الله اعلم، الله اعلم.
لسه يعني، وكمان البايرن كسبان واحد وليفربول كسبان واحد، فاللي هو ايه صباح الفل، لسه بدري قوي. واستنوا ان شاء الله فيديوهات جايه كتير، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وصلوا على النبي، وسلام.